الأثرية مسترد، والصيام العذراء كمان النهارده. مريم مبسوطة يا مريم؟ لا قولي مبسوطة، قولي بصوت عالي مبسوطة؟ قولي. ها؟ لا قولي سعادة مبسوطة؟ ها؟ لا قولي مبسوطة؟ عشان العذراء كمان مبسوطة من العذراء؟ ها؟ وان شاء الله هنبارك لك كده على الدكتوراه كده، دكتوره كبيره كده، ويعني ونبارك لك كده، ويعني وان شاء الله كده يعني نكون فرحانين وبنفرح الناس كلها، وبنشكر الناس كل الناس اللي تعبوا معانا. وطبعا يعني رئيسنا حبيبنا رئيس السيسي وكل اجهزه وزاره الداخليه وسيدنا الانبا قزمان، سيدنا أنبا قزمان احنا بنشكره جدا جدا جدا، والاباء الكهنه وابونا الوكيل وكل الناس اللي تعبت معانا عشان خاطر ان مريم النهارده رجعت عندنا في بيتها في كنيستها. وبنقول وادي الصليب اهو، ده كمان الصليب عشان ايه؟ الصليب ده فيه كمان ايه؟ قول اهو صليب مش كده؟ مش عايز تبصي لي ليه يا مريم؟ بص يا مريم، بص يا عم نجيب. لا بقول لك ايه؟ بقول لك انت ايوه الابتسامه الحلوه دي خلاص. فالنهارده مبسوطين جدا جدا، نشكر ربنا ونقول ابانا الذي في السماوات. يلا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمؤمنين. انا بشكر النهارده كمان منظمه اتحاد مصر حقوق الانسان اللي تعبوا معانا، الاستاذ عزت والاستاذ ماهر والاستاذ مايكل والاستاذ عاطف والاستاذ محمد علم الدين وكل الناس اللي تعبوا معانا النهارده. بشكرهم جدا 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 جدا، بشكرهم كويس، بشكر كل المصريين النهارده معانا، حتى اللي تعبونا برضه بنشكرهم، حتى الناس اللي تعبونا شويه على التواصل الاجتماعي وتعبونا احنا بنشكرهم برضه، نقول لهم ربنا يسامحكم وربنا يبارككم كمان يا رب. طب احنا ممكن نسمع كلمه من مريم بقى يا دكتور؟ ايوه مريم. لا مريم لا مش يا مريم. الحمد لله. اشكرك يا عذراء من النور. اشكرك يا عذراء من النور. يا ست يا عذراء. لا اشكرك يا ست العذراء. يا ست عذراء من النور. انا صوتي بس. ايوه يا عذراء ايه؟ يا من النور. يا ام النور. ايوه كده. هي ام النور هي اللي تسهل لك كل الامور.